هل تعلم ما هي وظيفة قطرة الهلام الصفراء الموجودة في الأقلام الحبر؟ هل تساءلت من قبل عن سبب ظهور تلك البقعة البيضاء في الأظافر؟ أهلا بكم، واليوم نتحدث عن 7 أشياء لم تكن تعرف الغرض من وجودها. قبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وأيضا اشتركوا في قناتنا لمزيد من الفيديوهات. والآن لنبدأ. 7. قاع الزجاجات المقعر. الكثير منا يتساءل عن وظيفة هذا التجويف المقعر الموجود في قاع الزجاجات المصنوعة من البلاستيك أو من البلور. عادة ما يعتقد البعض أن هذا التجويف موجود للتلاعب بالكمية المعبأة داخل الزجاجة، ولكن السبب الحقيقي لوجود هذا التجويف هو معدلات الضغط داخل الزجاجة في حالة وجود غازات بداخلها، كما هو الحال في زجاجات المياه الغازية والشمبانيا والنبيذ، فإن هذا التجويف يساعد على زيادة الصلابة والمقاومة. 6. الغطاء السفلي للقاطع المعدني. البعض منا قد يتجاهل تلك التفصيلة. في كثير من القواطع والخناجر المعدنية نلاحظ وجود غطاء صغير سهل الفك والتركيب في الجزء السفلي منها، وهذا الغطاء يسهل عملية استبدال نسل القاطع التالف وتركيب نسل آخر جديد. 5. قطعة القماش. عادة ما نجد قطعة صغيرة من القماش وزر صغير بداخل الملابس الجديدة، وذلك لاستخدام تلك القطعة لتجريب أنواع المساحيق والمنظفات المختلفة للوصول إلى نتيجة مرضية دون إتلاف الملابس نفسها. 4. أكياس السيليكون. عادة عند شراء أحذية جديدة نجد بعض الأكياس الصغيرة بداخل الصندوق، وينتهي الحال بتلك الأكياس في صناديق القمامة، ولكن مما لا شك فيه أن كرات السيليكون الصغيرة الموجودة في هذه الأكياس لها وظيفة مهمة، حيث أنها تقوم بامتصاص الرطوبة المحيطة بالحذاء، وذلك للحفاظ عليه جاف دون حدوث أي تلف. 3. الحلقة الموجودة في القميص. من يعتادون ارتداء القميص بشكل يومي ربما يلاحظون وجود تلك الحلقة البارزة الموجودة بالجزء الخلفي من القميص، فنجد أن تلك الحلقة تعمل على الحفاظ على القميص مفرودا دون تجاعيد في حالة تعليقه، وفي الماضي كانت تستخدم تلك الحلقة لإظهار الحالة الاجتماعية لمن يرتدي هذا القميص. 2. الهلام السائل في الأقلام الحبر. في كثير من الأوقات نتساءل عن سبب وجود تلك القطرة الهلامية ذات اللون الأبيض المائل الأصفر الموجودة بداخل أنابيب أقلام الحبر، وعلى عكس الأنواع الأخرى فإن هذا النوع من الأقلام يحتوي على حبر سائل أو مذاب في الماء، ووظيفة تلك القطرة ليست الضغط بل لتقوم بحماية الحبر السائل الموجود بداخل الأنبوبة، فبدون تلك القطرة يمكن أن ينسكب الحبر أو ينزلق خارج الأنبوبة محدثا فوضى عارمة. 1. البقع البيضاء في الأظافر. تلك البقع البيضاء تظهر لأغلبنا في منتصف الأظافر، مما يجعلنا نتساءل عن ما هي تلك البقع وعن سبب ظهورها. بعض القصص الخرافية القديمة أرجعت سبب ظهور تلك البقع البيضاء إلى ما نقوم به من كذب، فكل بقعة تمثل كذبة قمنا بها من قبل. وفي سياق آخر يربط البعض بين ظهور تلك البقع وبين نقص مركب الكالسيوم في الجسم، ولكن السبب الحقيقي وراء ظهور تلك البقع البيضاء أو الصفراء في أظافرنا يرجع إلى الآتي: ضربة سابقة للأظافر، قضم مستمر لأشهر، وعند تهذيب الأظافر وتنظيفها لذلك تظهر تلك البقع البيضاء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن في قناة حقائق وأسرار.